السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم واحد القصه اللي صراحه مأساويه. هي واحد التجربه اللي دارت على واحد الطفل، ومنها غادي نعرفوا واش الخوف في نظركم واحد الحاجه اللي كنكتسبوها ولا واحد الحاجه اللي كنتزادوا بها. كاينين الناس بزاف اللي كيعتقدوا بان الخوف واحد الحاجه اللي كنتزادوا بها، ولكن راه العكس. الخوف واحد الحاجه اللي كنكتسبوها، ماشي واحد الحاجه اللي فطريه كنتزادوا بها. تخيل معايا تزاديتي بلا خوف، ما كتعرف لا خوف لا قلق لا حتى شي حاجه، وغادي يجيو واحد الناس وغادي يركبوا فيك الخوف وغادي يزرعوا فيك الخوف. هذا الشيء هو اللي وقع بالضبط، والضحيه هو واحد الطفل صغير بريء بعيد كليا على هذا الشيء. انت غادي تقحم في هادشي كامل مع الاسف، اللي هو البرت الصغير. واحد التجربه اللي غريبه وصادمه وخلات البصمه ديالها في العالم النفسي. بقى معايا حتى لاخر دقيقه وغادي تفهم كيفاش تجربه وحده قلبات المفاهيم في العلاج النفسي والتربيه، وخلات سؤال كبير باقي كيتطرح حتى اليوم: واش فعلا ممكن نبرمجوا المشاعر ديال الانسان؟ شكون هو البرت الصغير؟ البرت الصغير هو واحد الرضيع في العمر ديالو 9 شهور في العام ديال 1920. تم اختياره من عالم نفس الاسم ديالو جون واتسون، والمساعده ديالو روزالي راينر. بغاو يديروا عليه واحد التجربه اللي غريبه في جامعه جونز هوبكنز الامريكيه. ومن هذا الشيء كامل شنو هو الهدف ديالهم؟ بغاو يبينوا بان راه الانسان ممكن يتعلم المشاعر او اللي يكتسب المشاعر، وخصوصا مشاعر الخوف، وان حتى الرضيع ممكن نبرمجوا العقل ديالو على الخوف بلا حتى شي سبب طبيعي. اول حاجه غادي يديروها في البدايه، جربوا يقدموا لالبرت حيوانات واشياء مختلفه، بحال الفار، بحال الارنب، بحال الكلب، وحتى العافيه. وفي هذه الفتره البرت كان مرتاح بحال حتى شي حاجه ما واقع، وما فيه حتى شي اثر ديال الخوف. ولكن من بعد بداو كيديروا واحد الخطه خطيره. كل مره كيبداو يقربوا ليه هذاك الجراد الابيض، هذاك الفار الابيض، بداو كيقربوه ليه وكيديروا واحد الصوت قوي بزاف، بحال مثلا يضربوا بالمطرقه حدا ودنيه. وهنا الطفل كيتخلع وكيبدا يبكي وكيدخلوا واحد الرعب اللي خطير. ومن بعد تكرارات قليله ولا البرت غير كيشوف هذاك الجراد كيتخلع وكيبدا يبكي بلا ما يسمع داك الصوت. ركزوا معايا مزيان، في الاول كان كيشوف هاد الحيوانات كاملين واخا كيشوفهم ما كيتخلع ما والو، فار، كلب، العافيه الى اخره، واخا كيشوفهم ما كيتخلعش. ولكن ملي بداو كيقربوا ليه هذاك الجراد باش يشوفوا وكيضربوا بالمطرقه حدا ودنيه وكيديروا اصوات غريبه، تما من بعد ولا غير كيشوف هذاك الفار كيتخلع بلا ما يكونوا لا اصوات لا حتى شي حاجه. وهذا الشيء بالضبط علاش؟ حيت البرت ربط الصوره ديال الفار بهذاك الصوت المزعج. وهنا غادي تجي الصدمه الثانيه. هنا البرت بدا كيتخلع باي حاجه عندها علاقه بالشكل واللون، بحالاش الارنب، الكلب، الفارو، حتى معطف بيض او شي جاكيطه مثلا بيضه غير يشوفها غيتخلع، حيت كتفكروا في اللون ديال هذاك الفار الابيض. الخوف عند البرت بدا غادي وتيكبر ولا كيتعمم على اشياء اللي كثيره، وهذا الشيء راه خطير مع الاسف. غادي نطرحوا واحد السؤال: هما علاش داروا هذه التجربه؟ جون واتسون كان من المؤسسي المدرسه السلوكيه، وهذه المدرسه كتامن بان الانسان كيولي كيف ما كيتعلم وكيتربى. هما ما كيشوفوش بمره في العواطف وفي العقل الباطن مثلا بحال فرويد، بل كيركزوا على السلوك الظاهر واللي ممكن نتحكموا فيه من خلال البيئه. وتجربه البرت خداوها باش يبينوا بلا راه حتى المشاعر ديال الانسان ممكن يتم التحكم فيها، مثلا بحال مشاعر الخوف فقط بالتكرار ديال شي حوايج وملي كنربطوا ما بين الاحداث، مثلا بحال التجربه اللي داروا ديال الفار الابيض وهذوك الاصوات المفزعه. بحال واتسون كان كيقول: اعطيني طفل انا غادي نربيه كيف ما بغيت وغنخرج منه داكشي اللي بغيت، وبامكاني نخليه طبيب، ممكن نخليه مجرم، ممكن نخليه اي حاجه كيف ما بغيت. كلشي كيعتمد على البيئه المحيطه بهذاك الطفل. ولكن من خلال هذا الشيء كامل كاين واحد المشكل اللي كبير بزاف. البرت كان واحد الطفل اللي رضيع. شنو الذنب ديالو في هذا الشيء كامل؟ تعلم الخوف وهو رضيع، ولا عنده اضطرابات نفسيه وهو رضيع باقي صغير. والحاجه اللي كتضر في الخاطر صراحه هي راه البرت حتى من بعد ما دارش معاه شي علاج ولا شي حاجه باش يحيدوا منه هذاك الخوف. تخيلوا معايا طفل صغير كيخاف من اي حاجه كيشوف اللون ديالها ابيض، اي حاجه كيف ما بغات تكون، واخا تكون لعبه بيضاء غادي تخلع منها، حيت ركبوا فيه واحد الخوف اللي كبير بزاف وخطير. وهاد التجربه اللي كانت دارت على البرت تجربه اللي هي غير اخلاقيه، واخا المؤيدين ديال هاد التجارب واخا ما عرفت شنو يقولوا، هذه كتبقى تجربه غير اخلاقيه بمره، وما كانت حتى شي موافقه من الام ديالو. وهذا الشيء ما كيعنيش بلا راه الا كانت موافقه من الام ديالو فراه عادي، لا راه ما عاديش. وما كانت حتى شي حمايه نفسيه وحتى شي علاج من بعد كيف قلنا من قبل. هادشي كامل داروه الغايه ديالو هو باش يوصل لواحد النظريه، ولكن الضحيه ديالها طفل بريء. شنو هو التاثير ديال هاد التجربه في العصر الحديث؟
رغم الظلام كامل اللي كاين في هذه القصه، التجربه ديال البرت ساعدت بزاف في الفهم العميق للسلوك البشري، ولات واحد الاساس لبزاف ديال الطرق العلاجيه، بحال العلاج السلوكي المعرفي، بحال تقنيات ازاله الخوف، وبحال ازاله التحسس التدريجي. واليوم فهمنا بلا راه بزاف ديال الفوبيات والمخاوف اللي كيعيشوا الناس راه كاين احتمال كبير وممكن يكون الاصل ديالها واحد التجارب اللي سابقه، كيف ما وقع مع البرت. مثلا شي واحد عنده الفوبيا من الكلاب، راه كاين احتمال كبير بلا راه في الماضي ديالو كانت عنده واحد التجربه خايبه مع الكلاب، والعقل ديالو بقى رابط الصوره تاع الكلاب بالخطر. كيف ما حنا المغاربه كنقولوا هذاك المثل ديال اللي عضو الحنش يخاف من الحبل. السؤال اللي كيبقى مطروح بزاف وخالق واحد الجدل اللي كبير، واش الانسان كيكون في الاساس واحد الورقه بيضاء والمجتمع هو اللي كيكتب فيه كل شيء، ولا كاينه عوامل اخرى فطريه كتاثر في الانسان كيتزاد بها؟ بغيتكم صراحه تفلسفوا شويه في نظركم، جاوبوا على هذه الاسئله. التجربه تاع البرت كتبين لنا بان الانسان راه ممكن يكتسب شي حوايج اللي ما كانوش فيه من خلال التربيه والمحيط اللي عندهم تاثير قوي، ولكن ماشي وحيد. ومع الاسف التجربه ديال البرت كتضر بزاف. كيف قلت من قبل، انا بالنسبه ليا تجربه خايبه في الحق ديال هذا الطفل، ولكن اللي وقع فما علينا حنا الا نستافدوا من هذه القصه وناخذوا واحد العبار اللي غادي تفيدنا في الحياه ديالنا والناس اللي قراب لينا. من بين الحوايج اللي نفهموهم بان التربيه تاع الابناء عندها واحد الدور كبير. مثلا والدين اللي عندهم واحد الطفل اللي يزرعوا فيه واحد الاخلاق اللي زوينه، كيربيوه على مبادئ اللي مزيانه، ماشي بحال الوالدين اللي كيكون عندهم واحد الطفل اللي ما كيتسوقوش ليه بمره وتيخليو المجتمع على برا والزنقه هما اللي كيربيوه. وفي نفس الوقت الوالدين يردوا البال من الافكار اللي كدوز لولادهم، حيت ممكن شي حوايج يدوزوا بطرق غير مباشره بدون ما الاباء يقولوهم لولادهم، راه كيشوفوهم شنو كيديروا وكيتعلموهم منهم بطريقه غير مباشره. مثلا الاب ولا الام كيديروا واحد العاده اللي هي سلبيه مثلا وقدام الابناء ديالهم، راه ممكن الابناء ديالهم يكتسبوا منهم هذيك العاده بلا ما يقولوا لهم ديروها ولا ما ديروهاش. وبالعكس ممكن تكون واحد العاده اللي مزيانه ويكتسبوها منهم غير حيتاش كيشوفوهم كيديروها. لهذا الوالدين خصهم يردوا البال مزيان قدام الابناء ديالهم في التصرفات ديالهم. والمشاعر حتى هي مشاعر الخوف، التوتر، الكراهيه، هادشي كامل راه كيتعلم الشخص اخر بكل سهوله، ولكن باش نحيدوهم راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف. بالاضافه واحد الحاجه انا راه فيا بزاف تاع الاسئله. عاوتاني واحد السؤال اخر بغيت نعرف الاراء ديالكم، شاركوني الاراء ديالكم. شنو هو الراي ديالك في التجربه؟ واش كتبان لك مقنعه علميا ولا هذا غير واحد الظلم مغلفينه بالاسم ديال البحث؟ كتب لي في التعاليق، بغيت نسمع الاراء ديالكم. واحد الحاجه اللي ما كرهتش انك ديرها اللي هي غتدعم بها المحتوى ديالي، ما كرهتش انك دير لايك الفيديو الى عجبك، ولا ما عجبكش دير ديزلايك، ما كاينش المشكل. وما تنساش تشترك وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد. وشكرا على المشاهده.